وصفة النهاردة هي للناس الأكيلة بس. الناس اللي عارفة قيمة القطعية الحلوة هي اللي بتحب العكاوي. هنعمل طبق عكاوي مع رز بسمتي مفلفل زي ما انتوا شايفين كده بطعم تحفة. هي حاجة محترمة قوي، يعني تعجبكم جدا الناس اللي بتحب تاكل العكاوي. هنعملها مع بعض على البوتاجاز مش في الفرن، متحبشة كده وطرية ومزبدة وطعمها تحفة. بخطوات سهلة جدا. العكاوي اللي عندي هي قطعة عكاوي كندوز، واللي عارف العكاوي هي الديل بتاع الذبيحة. هنستخدم اي نوع بصل، ابيض احمر اورنج، اي نوع بصل عندكم متوفر، مع كام فص ثوم، طماطمية وقرن فلفل اخضر. هنقطعهم كويس يعني رفيع كده، سلايز رفيعة، عشان عايزين البصل يتكرمل ويدينا الطعم المسكر ده اللي احنا بنحبه قوي، زي كباب الحلة بس متحبشة شوية. اول حاجة هنحط معلقتين زيت وننزل فيهم العكاوي تاخد صدمة. العكاوي هي القطعية بتاعت العظم اللي جواها غير العظم اللي في اي لحمة تانية يعني، فاحنا عايزين نسويها بطريقة ان احنا نخرج كل خلاصة النخاع اللي جوه العظم ده. هنحطها تاخد الصدمة، هنحط لها رشة ملح وفلفل اسمر وكمون وحبهان باودر. اول ما تتشوح ولونها يتغير تماما هننزل عليها بكل الحاجات مع بعض في وقت واحد، اللي هي الخضار اللي قطعناه، طماطم بصل فلفل توم. هنقلب كل الحاجات دي كويس قوي مع اللحمة، ونوطي عليها بدون اي سوائل او اضافة اي مية، ونطبخها بطريقة السلو كوكينج او الطبخ البطيء قوي، ان احنا نسيبها على النار لمدة ساعتين كاملين او ساعتين ونص. اوكي. لو عايزين تراقبوها كل نص ساعة ان انتوا تبصوا عليها شوية، بس البصل والعظم بتاع العكاوي بينزلوا مية كده كفاية قوي ان هي تعمل لنا صوص تحفة. فهنسيبها على جنب تستوي براحتها جدا، ونبدأ نجهز الرز. الرز البسمتي هو من الحاجات اللي يعني بنقول عليها يعني سهلة جدا، سهلة بس يعني شوية، يعني من بساطتها ومن كتر سهولتها الناس بتفتكر ان هي حاجة صعبة وتبوظها. هو بيطبخ بطريقة التسوية زي الرز العادي. عايزين نضيف له اي منكهات نقدر نحط زي ما انا عملت كده، معلقتين زيت وبصلة متقطعة ناعم خالص، مع فصين توم بنحطهم في الاخر، يعني عشان ما نحطهمش من الاول، لو اتحرقوا او استووا شوية هيمرروا ويغيروا طعم الرز. نضيف كام فص كده من القرنفل، 4 5 فصوص من الحبهان، ورقتين لورا، ملح وفلفل اسمر. دي المنكهات اللي هي الطبيعيه، لو انتوا واخدين بالكم دي نفس الحاجات اللي بنحطها في الشوربه، يعني كأن احنا سويناها بشوربه مثلا، لان انا ما عنديش شوربه. انا حطيت مكعب من مرقه اللحم كبديل برضو تدعيم للطعم كده، عشان يعزز النكهه اكتر ويخليني كأني مسويه الرز البسمتي ده بشوربه او مرقه لحم او مرقه دجاج. لو عندكم تقدروا تعملوا سكيب لكل الحاجات دي وتاخدوا تسووه عادي جدا بالميه بتاعه الشوربه دي. نملحه معقول عشان احنا حطينا مكعب مرقه لحم، ونديله بقى رشه بسيطه من الفلفل الاسمر. ما بنحطش حاجات اكتر من كده خالص، يعني لان هو احنا في الاخر عايزينه زي الرز الابيض، وهنحط له ميه مغليه. لو حطيتوا 3 كوبايات رز هتحط لهم 4 كوبايات ونص من الميه، لو كوبايتين مثلا رز هتحطوا 3 كوبايات من الميه. كل مره بنحط يعني ضعف يعني الكوبايه الرز بتاخد كوبايه ونص ميه. بنسويه زي الرز العادي جدا، اول ما بيتشرب ميته بنوطي عليه نسيبه 40 دقيقه ل 45 دقيقه، وبعدين نكشف عليه زي الرز المصري بالظبط في التسوية. السر بتاعه بجد ان انتوا تختاروا نوع رز كويس قوي، يكون مكتوب عليه معدل الكسر مثلا 1%، نص في المية، 0% حتى، عشان يبقى ايه حلو كده معاكم ومفلفل. زي ما انتوا شايفين العكاوي خلاص يعني استوت وتكتكت على الاخر، وطلع الفصوص لحم كده بتسيب من بعضها، والعظم ذات نفسه كان شبه دايب ونزل كل الخلاصة اللي بتبقى جوه النخاع دي، اللي بتبقى جوه عظم الديل او العظم بتاع القطعية دي. في كده زي ما انتوا شايفين مواد جيلاتينية كده او عصارة بتنزل بتخلي طعم الصوص ده خطير الصراحة، يعني العظم يكاد يكون دايب. استوت كويس قوي قوي وبقت جاهزة معانا كده على التقديم. شايفين الرز ازاي طالع نسري ومفلفل. لو اخدين بالكم من الرز مفيش فيه حبات متكسرة، وده نتيجة مش ان انا مسوياه حلو، هو اوكي انا مسوياه حلو طبعا، بس ده نتيجة ان انا بختار نوع كويس يعني في الرز البسمتي. فانتوا يعني يا اما تاخدوا عن تجربة حد نوع يكون كويس، حد وصفه لكم قال لكم ان النوع ده جربوه كويس، يا اما دايما يعني نحاول نختار الحاجة اللي معروفة، اللي الكواليتي بتاعها معقول، ما نروحش الحاجات الرخيصة قوي لان كده هنخسر الطبق كله.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون شهاكوا كده ان انتوا تجربوا العكاوي للناس اللي ما جربتهاش او ما بتحبهاش، تعملها بالطريقه دي هتعجبها جدا وهتتبسط منها قوي. ولو عجبكم فيديو النهارده يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك على الفيديو ده، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد بنزله، واشوفكم على خير ان شاء الله.